السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل الحواوشي الاقتصادي بطريقة سهلة جدا وبسيطة وسريعة. اسهل اكلة واسرع اكلة، في اقل من نص ساعة هتكوني محضرة الاكلة بتاعتك. وازاي نطلعه باللون الذهبي الجميل زي بتاع المحلات واحلى كمان. بس قبل ما نبدأ في الوصفة، لايك وشير كتير للفيديو، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. يلا نعرف المقادير وطريقة التحضير. المقادير بقى: معايا كيلو من البصل ابيض بتاع الطبخ، ومعايا 5 قرون من الفلفل الاحمر، وربع كيلو من الفلفل الاخضر، وقرن فلفل شطة وممكن الاستغناء عنه. معايا كيلو ونص من اللحمة، و100 جرام من الدهن، يفضل يكون دهن ليا. ومعايا البهارات بتاعتي سهلة جدا: معلقتين صغيرين من الفلفل الاسود، معلقتين صغيرين من السبع بهارات، معلقة صغيرة ونص ملح، معلقتين صغيرين من بهارات الحواوشي، معلقتين صغيرين كمون، معلقة صغيرة شطة، ومعلقتين صغيرين من الكزبرة الناشفة. والمعالق اللي انا بعايرة بيها هي معالق صغيرة ممسوحة، يعني ما تعمليش معلقة هرم. وحاولي ما تكتريش البهارات، لان طعم البهارات لما بيبقى طاغي على الاكله ما بتحسيش بقى بطعم الاكله، انت بس بتحسي بان انت بتاكلي عباره عن بهارات بس. فانت حاولي ما تزوديش البهارات. بوريك اللحمه اللي انا مستعملاها. انا اللحمه بتاعتي ما كانش فيها دهون كتير بقدر كافي، حطيت 100 جرام من الدهون يعني. ولو عندك ليا ممكن تضيفي ليا، بتدي تيست عالي قوي. ولو اللحمه بتاعتك كان فيها دهون، خلاص اكتفي بالدهون اللي موجوده في اللحمه وخلاص. ده شكل اللحمه بعد ما فرمتها في مفرمه اللحمه، هي والبصل والفلفل والبهارات كله مع بعضه. بوريكم شكل العيش. بتجيبي عيش يكون للحواوشي، مخصص للحواوشي، من اي فرن قريب منك، وبعدين بتفتحيه نص فتحه، يعني بحيث ان ايديكي تقدري تدخليها جوه الرغيف وتوزعي اللحمه. دلوقتي انا بعمل اللحمه كوره على قد الرغيف، وادخلها واحاول اوزعها معاكم بالشكل ده. حاولي توزعي اللحمه كويس جدا وتخليها طبقه متساويه جوه الرغيف، ما يبقاش جزء من اللحمه موجود في جزء من الرغيف وبقيه الرغيف فاضي. حاولي توزعي اللحمه على قد ما تقدري بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتقفلي عليه وتضغطي عليه من بره، بحيث ان تتأكدي ان مستوى اللحمة واحد في الرغيف. وده شكل الرغيف بعد ما خلاص حشيته كده. ده سمك اللحمة كده مناسب جدا. حاولي ما تزوديش عن كده، هو كده سمك متوسط. دلوقتي هعمل معاكم بقية الكمية. بعمل كورة قد ايدي كده، وبعدين بدخلها في الرغيف. الحجم ده مناسب جدا. الكرة دي قد البرتقانية البلدي. حاولي ما تزوديش عن كده، وحاولي تفردي اللحمة كويس جدا. ولو حسيتي ان انت ان الرغيف محتاج لحمة تاني، ضيفي عادي مفيش اي مشاكل. واهم حاجة توزعي كويس جدا اللحمة، تبقى في مستوى واحد بالشكل اللي انت شايفاه ده. هعمل كمان واحد معاكم بوريكم فتحة الرغيف، وبكور كورة برضو وبدخلها وبحاول اوزع كويس جدا. حاولي توزعي كويس، ما يبقاش فيه يعني جزء من الرغيف ما فيهوش لحمة وجزء يبقى فيه، تبقى اللحمة موجودة في الرغيف كله، وخصوصا ان اساسا اللحمة بتكش. دلوقتي انا بضيف معاكم شرايح من الفلفل. ده فلفل شطة. ده انا بضيفه لوحده كده، علشان مثلا لو حد بيحب الشطة فبضيفه هو له اضافة لوحده كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. برضو هعمل معاكم كمان واحد.
ما شاء الله عمل معايا كمية كويسة جدا. الكيلو ونص عملوا معايا 30 رغيف. ودلوقتي اسعار الحواوشي الرغيف الواحد ب40 جنيه، فعلى ايه يعني نشتريه؟ فهو سهل اساسا ومفهوش اي صعوبة. حقيقي هتاكلي احلى حواوشي في الدنيا دي كلها، وهتعتمد الطريقة ديت. بس اتبع الخطوات اللي انا قلتلك عليها، وان شاء الله ينجح معاكي ويظبط معاكي. وحاولي برضو وانتي بتقفليه، حاولي برضو تحزري على العيش. انا بضيف عليه موتزاريلا، بضيف طبقة من الموتزاريلا. زي ما قلتلك ممكن تضيفي موتزاريلا او شيدر او جبنة رومي، وممكن تضيفي شرايح من الفلفل زي ما انا بضيف كده، وممكن تضيفي شرايح قطع صغيرة من الطماطم. برضو بتديله طعم حلو. واذا انت هتضيفي اي نوع من انواع الجبن اللي بتمط وبتسيح، حاولي تاخدي شوية في طبق على قد استعمالك، علشان ما ينفعش تاخدي من الشنطة اللي فيها الجبنة الموتزاريلا على طول، علشان ايدك كده بتلمس اللحمة، واللحمة لسه نية وكده ما ينفعش، لانك انتي هتستعملي الجبنة دي في حاجات تانية. وخلاص انا بضيف معاكم كده شرايح من الفلفل، عملت له ميكس، ضفت له شرايح من الفلفل وجبنة الموتزاريلا. خلاص ده اخر رغيف هعمله معاكم، سهل جدا وبسيط. حقيقي من الاكلات السهلة والبسيطة، واللي ما بتاخدش وقت في التحضير نهائي. لو مش متوفر عندك مفرمة اللحمة، بتفرمي المكونات اللحمة والبصل والفلفل والبهارات كله في مفرمة اللحمة عند مثلا الجزار اللي انت بتشتري منه. خلاص ده الرغيف النهائي الاخير اللي انا هعمله معاكم. بجد تشكيله سهل جدا ومفيهوش اي صعوبة. شايفين انا جايبة في الطبق شوية موتزاريلا على قد اللي انا هحط فيه، وممكن تضيفي شرايح زيتون برضو بالشكل اللي انت شايفاه ده. وخلاص انا كده خلصت معاكم. دلوقتي هدهن رغيفة الحواوشي معايا سمنة. دي سمنة انا مسيحاها نص تسيحة كده، ما سيحتهاش بالكامل. وبدهن رغيفة الحواوشي من الناحيتين. حابة مثلا تخليه مقرمش، قلليله السمنة. حابة تخليه طري، ممكن تحطله سمنة كويسة كده في ايدك. كل حاجة كل ما تقللي السمنة كل ما يبقى مقرمش معاكي اكتر. دلوقتي بقى انا بقلب السندوتشات علشان ادهنها على الناحية التانية بالشكل اللي انت شايفاه ده. ومعلومة مهمة كمان، انا كنت اول صاج هتدخليه الفرن حاولي تدهني الصاج سمنة اول مرة بس، وبعد كده اشتغلي عادي ما تدهنهوش. وخلاص بعد ما دهنت الحواوشي بالسمنة، دخلته على درجة حرارة 200. لو عندك الفرن عالي فهتدخليه على درجة حرارة 180 على صاج الفرن من تحت، ما تحطهوش على الشبكة، على الارضية الفرن من تحت. واول ما ياخد لون من ناحية تقلبيه على الناحية التانية بالشكل ده. اول ما ياخد اللون الذهبي تقلبيه على الناحية التانية. وخلاص هو ما بياخدش وقت خالص في الفرن. ممكن تسويه على نار البوتاجاز على نار متوسطة. وده الشكل النهائي للحواوشي. قدمته مع سلطة الطحينة وسلطة خضراء ومخلل. اتمنى تكون الوصفة عجبتك، واذا انتي اول مرة تزوري قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتي الجديدة. وما تنسيش لايك وشير كتير للوصفة، وتقولولي رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.